من الصعوبة بمكان أن تلتقط من ثلث الكتاب، أن تلتقط منه فقرة للتعبير عن بذخ القصور المغربية. أنت حين تقرأ تشعر أنك تقرأ في بغداد زمن الرشيد، يعني في الأندلس زمن عبد الرحمن الناصر. أنت أمام مشهد من ألف ليلة وليلة. خيال خيال، أنواع من العطور والمطاعم والمآكل والمشارب والعطور والزيوت والدهون، أسراب من الجواري وأسراب من العبيد وأسراب من الخدم، وحفلات لا أول لها ولا آخر. يعني لو أنك تقرأ أوصاف هذه القصور في عصرنا هذا الذي نحن فيه فأنت تشعر أنك في ألف ليلة وليلة. حين يعني تستوعب أنك تقرأ هذا الوصف قبل نصف قرن من الآن وتقارن بين هذا وبين حال الشعب المغربي، فأنت تطلع على يعني مشهد يبلغ في الفجاجة مبلغا هائلا هائلا. يعني لا يمكن وصف ما تحتويه القصور من أنواع الملاعب والأشجار والنزه والحفلات شيء رهيب جدا 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 لا يمكن وصفه. الأميرة الصغيرة تحب الحيوانات فأنشأ لها حديقة حيوانات، والأميرة الصغيرة تحب النباتات فأنشأ لها حديقة نباتات فيها من أنواع الزهور والأشجار، الأنواع الغريبة والنادرة. هذه الأميرة صممت لها شركة والت ديزني، الشركة المعروفة الأمريكية، منزلا خاصا لها ومعد يعني أيضا مجهزا بكل هذا الأنواع من الأثاث. وهي تذكر أنه حتى نهرو حين زار الملك الحسن ورأى يعني اهتمامه بالبنت فجاء لها بفيل خاص من الهند ومعه سائس هندي. فلك أن تتخيل الرعاية التي تنسكب على طفلة في عمر 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات إلى هذا الحد، حديقة حيوانات خاصة وحديقة نباتات خاصة وألعاب، بينما بقية الناس يعني تغط في الفقر والضنك وفي الحالة الرهيبة التي كانت فيها.